شهدت الساحة الرياضية حالة من الجدل الواسع عقب تقارير نشرتها منصات دولية مثل فوت ميركاتو و RMC أفادت بتقديم وليد الركراكي استقالته من تدريب المنتخب المغربي. وأزدت هذه المصادر القرار إلى شعور المدرب بالإرهاق الذهني وتصاعد حدة الانتقادات بعد خسارة اللقب القاري في الرباط رغم بلوغ المباراة النهائية. ولم تتأخر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في حسم الجدل، حيث أصدرت بلاغا رسميا ينفي جملة وتفصيلا رحيل الركراكي، مؤكدة على النقاط التالية: استمرار الركراكي في مهامه بشكل طبيعي وتركيزه الكامل على قادم المواعيد، البدء في التحضير لمواجهتي الإكوادور والباراغواي الوديتين في مارس المقبل، وتجديد ثقة في الطاقم التقني لقيادة المنتخب في مونديال 2026 المقرر انطلاقه بعد 4 أشهر.